هزيمه مستحقه وبجداره من الزمالك امام وادي دجله. الحقيقه يا جماعه النهارده الزمالك اثبت لي ان هو فرقه فاضيه. لما تخسر من وادي دجله، فرقه لسه طالعه من الدرجه الثانيه، تبقى انت فرقه فاضيه، فرقه ما عندهاش روح اصلا انها تكسب. انت متخيل ان انت جبت جون من الدقيقه 10 ومش عارف تجيب التاني؟ بلاش. انت متخيل انك دخل فيك جونين في 5 دقايق؟ بلاش دي. متخيل انك حتى بعد الجونين اللي هما اخر واحد فيهم كان في الدقيقه 66 انت مش عارف ترجع للجيم؟ دي مش الزمالك بقى، يعني دي مش فرقه الزمالك، دي اي حد الا الزمالك. الزمالك لعب وفن وهندسه. انا لا شفت لعب ولا شفت فن ولا شفت حتى هندسه. حقيقي انا النهارده اللي شفته في ارضيه الملعب مش عارفه اقول ايه. ناس بتجري بس، يعني والله هي ناس بتجري في ارضيه الملعب بس هما بيعملوا ايه بقى؟ محدش فاهم حاجه. من اول حارس المرمى لحد الهجوم انا مصدومه، حقيقي مصدومه. مش مصدومه ان احنا خسرنا، لا، انا كنت متوقعه ان احنا هنخسر على فكره او نتعادل، لان الزمالك لما بيجيب جون بدري يا عيني بيتحسد. فانا خفت بصراحه لما جبنا جون بدري، خصوصا ان احنا ما كناش بنلعب حلو. طيب بصوا يا جماعه، من الاخر المدرب ده زفت. اللعيبه دي لازم تتربى حرفيا، عشان نسيوا نفسهم. لما لعيبه الزمالك اللي بتاخد ملايين تخسر قدام لعيبه وادي دجله اللي بتاخد ملاليم، تبقى ايه بقى؟ مفيش مقارنه. مدرب الزمالك يا حبيبي يعني صعبان عليا والله، لا بيذاكر الماتشات ولا بيعرف قدرات لعيبته ولا بيحط التشكيل الصح ولا بيغير التغييرات الصح في التوقيت الصح. يعني يا حبيبي انت مالكش ميزه، يعني والله ملوش ميزه يا جماعه. يعني النهارده سيف جعفر انت قررت تثق فيه وتنزله اساسي، ما عنديش مشكله، بس انت ما لاحظتش ان هو زفت؟ اسوأ لاعب في الشوط الاول هو سيف فاروق جعفر بلا منازع، سكه ودغري، لا نافع في الدفاع ولا نافع في الهجوم ولا حتى في قطع الكوره. انت بتعمل ايه؟ طب سايبه في الملعب ليه؟ معرفش. طيب المدرب بادئ تغييراته في الدقيقه 65. حضرتك مثلا كسبان سكور، فشايف ان اللعيبه اللي في الملعب جامده، يعني انت كسبان 1-0 وحضرتك دخل فيك 2، فمأخر تغييراتك ليه؟ محدش عارف بصراحه. طيب حضرتك فتوح عارف من الماتش اللي فات انه مش فايق، منزله ليه؟ اتسبب في جون ومش لوحده. صبحي دخل فيه جونين ويتحمل جزء منهم. اولا الجون التاني يا جماعه اللي هو كان غلطه فتوح، والناس قعدت تقول فتوح. انتوا مش شايفين طيب ان هي الكوره اصلا لما اتردت كانت ضعيفه؟ يعني هي لما اتشاطت اول مره كانت ضعيفه وكان يقدر يمسكها. ممكن اعرف هو ما مسكهاش ليه؟ طيب ما عملهاش على الجنب ليه؟ فاكرين كره الشناوي لما الناس قعدت تقول المفروض يا جماعه حارس المرمى لما تجيله كوره يعملها ناحيه الجنب، صح؟ يصدها ناحيه الجنب مش اللي في النص، صح؟ والناس قعدت تتكلم عن الموضوع. طيب صبحي بقى فين بقى؟ مش حارس مصر الاول ده اللي جمهور الزمالك بيقولوا عليه؟ فين بقى؟ مفيش طبعا، صح؟ الكره الاولانيه برضو كان يقدر يصدها. والله مش فاهماهم، هو في ايه يا جماعه؟ صبحي زفت، حسام عبد المجيد زفت وما كانش مغطي برضو. طيب فتوح زفت، سيف فاروق جعفر زفت، ناصر ماهر اناني. ناصر ماهر جات له فرصه انه يخلص الماتش بعد ما جبنا الجون الاول، كان يقدر انه يخلص الماتش يبقى 2-0. عمل ايه؟ انانيه.
انا ممكن اتفهم ان يبقى في سنه انانيه عند اي لعيب كره قدم، بس لما انت تبقى كاسب سكور يا حبيبي، تبقى عايز تجيب انت بقى، يعني تبقى مأمن فريقك وجات لك كوره فانت عايز بقى تجيبها لنفسك، ماشي براحتك، بس تبقى مأمن فريقك يا حبيبي. احنا جايبين 1-0، احنا 1-0، ويا ريتنا احنا اللي ماسكين المباراه. ده وادي دجله مبحتره بكرامتنا الارض، وادي دجله مستحوذه، عماله تجيب ركنيات، هي اللي منظمه في ارضيه الملعب، احنا بندافع قصاد وادي دجله. يا نهار اسود. طبعا النهارده الزمالك بيهدي صداره الدوري الى المصري مؤقتا. احنا في كارثه طبعا، واحنا اللي حطينا نفسنا بنفسنا في الموقف ده. طبعا طالما الاهلي خسر امبارح فالزمالك لازم يعكنن علينا النهارده. يعني الاهلاويه بس اللي يزعلوا، الزملكاويه كمان والله لا ازرك، والله لا اجي معاك. فاكرين احمد حلمي في اكس لارج؟ هموت معاك. ده اللي حصل معانا النهارده. جماعه الموضوع ده ما يعديش عادي، المدرب ده يمشي، اللعيبه دي تتجازى ويتخصم من مرتباتها. بعيد وبكرر، زي ما بياخدوا مكافآت على المكسب يتبحتر بكرامتهم الارض في الخساره، ومش اي خساره، احنا خسرانين من وادي دجله، فرقه لسه طالعه من الدرجه الثانيه. انا قلت والله احنا بنتعثر قصاد الفرق الصغيره، حصل ولا ما حصلش. ادي اول من التعثر كان المقاولين، لسه طالعه من فرق الدرجه الثانيه برضو، ووادي دجله. ايه بقى هنفوق امتى؟ انا شايفه ان بدايه تغيير الواقع ده لازم يبقى من دلوقتي، لان انت لو اتاخرت عن كده مش هتعرف تمشي المدرب، لانه خلاص. هتمشيه امتى؟ هتمشيه امتى؟ انتوا شايفين؟ حد فيكم شايف ان فيريرا يصلح لنادي الزمالك؟ حد فيكم اقتنع باداء نادي الزمالك من اول مباراه لحد نهايتها في اي مباراه الزمالك لعبها من ال5 مباريات؟ مفيش، انا متاكده. فيا جماعه يا ريت بلاش نكبر في الغلط، لما نعمل حاجه غلط نصلحها بسرعه. تمام؟ اتمنى ان يبقى في تعديل مسار عشان نلحق ننافس